وبركاته. ازيكم يا طيبين دكاترة ومهندسين حبايب الازهريين؟ حاول تكون نشيط وباور والدنيا زي الفل، عشان الاسئله اللي جايه دي مهمه قوي قوي قوي، ومحتاجين نفهمها ونحفظها بهدوء كده، عشان دي من المسلمات. يعني ما ينفعش مستشار يفتح كتاب الاحياء يحط اسئله ما يحطش ده او ما يحطش الاسئله دي. ودي تقريبا برضو مش تقريبا، هو جت في امتحانات قبل كده واتكررت، فهي دي افكار لازم تيجي. ماشي، وعد مني يا عم. فما ينفعش كده كده في افكار صعبه هتبقى جديده، ايوه، بس ما ينفعش ما تبقاش عارف الحاجات الاساسيه. كده كده هنحط لك برضه في الملف ده كام فكره كده بنت لذينه ان شاء الله، ربنا يوفقنا يعني وتيجي. خلينا الاول نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلي عليه بالله عليك. طبعا انت دلوقتي تقول لي انت هتخطب، مالكش دعوة مالكش دعوة. طيب يا سيدي، الباب الاول باب الدعامة والحركة. بالله عليك وانا بقول السؤال حاول تقرا او تفهم ازاي تقرا السؤال، فاهمني ازاي تقرا السؤال، لان هو الاحياء مادة محتاجة شوية حفظ ومجهود. فهتلاقي ان معظم الطلاب كويسين فيها وشاطرين فيها، فهو لازم يحط لك كام تريك كده، كام خدعه كده، كام حاجه توقعك تبقى انت عارف الاجابه اصلا وتجاوب غلط. ركز بالله عليك في ده، كفايه ضاع منك والنبي، كفايه كفايه الفيزياء. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 1 بيقول لك ايه؟ تتصل الضلوع العائمه بالفقرتين من العمود الفقري رقم كام؟ بعض الناس حافظه للاسف او بتحفظ الارقام 11، تقول له كده 11 و12 عائمة، يعني 11 و12. او مثلا واحد تاني يحفظه 18 19. 11 ايه و18 ايه؟ ما يعرفش، هو افتكر او فاهم ان دول العائمة يعني رقم من دول. في ناس لبست معاه كده وفي ناس لبست معاه كده، فتقول له عائمة يقول لك كذا، فاهمني؟ من ايه وليه ما يعرفش. طيب 11 و12 ليه يا سيدي؟ والله العمود الفقري مقسم قلنا المجموعات. طيب 11 و12 دول عدد الفقرات الظهرية، يبقى تتصل الضلوع العائمة بالفقرتين رقم كام من الفقرات الظهرية؟ رقم 11 و12، اخر فقرتين في الايه، في الفقرات الظهرية. طيب مش احنا عندنا قبل الفقرات الظهرية فقرات اسمها عنقية فيها 7 فقرات؟ حصل. يبقى من ترتيب الاول العنقية بعد كده الظهرية. يبقى اما اجي اسألك تتصل الضلوع العائمة بالفقرتين كام من العمود الفقري كله، يبقى هتزود ال7 بتوع العنقية، يبقى هتزود 7 بتوع الايه، العنقية. حلو، يبقى انت عندك 7 هنا و7 هنا، هتلاقي هنا 18 وهنا 19. يبقى مسألك من العمود الفقري كله 18 19، ولما بسألك على الفقرات الظهرية بس هتبقى رقم 11 و12. يبقى دي الإجابة يا سيدي 18 19. طيب بعد كده بيقول لك يستقر النتوء الداخلي لعظمة العضد في التجويف الايه؟ طبعا انت اللي هو احنا يا جماعه اروح يعني نروح كاتب وحق يعني عظمه فخذ وبتاع، احنا مالنا احنا ومال احنا من امتى سمعنا عن تجويف عظمه العضد؟ لا، فكر وبهدوء ما تتخضش. هل اروح؟ لا، مالناش علاقه بالارواح دلوقتي. حقي عظمه الفخذ لا برضه. طيب امسك كده تراك، هتلاقي العضد. انت عارف العضد فين اكيد، يعني مش عارف ارسمها لك ازاي، بس انت عارف العضد فين. والله هتلاقي، بص، الخارجي من ناحيه كتفك ده النتوء الخارجي، ده كده خارجي من ناحيه كتفك، فاهمني؟ اما من ناحيه كوعك فده بالنسبه للعضد ده الداخلي، ده النتوء الداخلي. فهتلاقيها مكونه تجويف مع العلوي للزند. ماشي، العلوي للزند. كمل يا باشا. بعد كده رقم 3 بيقول لك اي مما يلي يرتكز عليه الخط الداكن زد في الليفه العضليه. والله تيجي نرسمها، تعالى بص يا سيدي. نلون لك كمان يا عم، احنا عندنا كم انت اسمك ايه؟ ماشي يا سيدي. فين خيوط زد؟ والله خيوط زد اهي، دي خيوط زد. صح صح. هقول لك يرتكز عليها ايه؟ اي مما يلي يرتكز على الخط الذاكن ايه؟ الداكن زد. ايه اللي بيرتكز عليها؟ والله الخط اهو، في حاجه بترتكز هنا اهي. ايه دي بقى؟ ايه الخيوط دي يا معلم؟ دي خيوط الاكتين، ودي الايه، مايوسين. يبقى ايه اللي بيرتكز عليها؟ والله هنقول له خيوط الاكتين. في خيوط الاكتين بدون ما ايه، ما تلخبط في الاختيارات. على فكره دايما بقولها يا جماعه، حاول تجاوب الاول قبل ما تقرا الاختيارات، لان احيانا الاختيارات بتلخبطك وتبقى عارف الاجابه الصحيحه وتلمح اجابه تانية تشتتك اوي.
تشوه افكارك يعني. 4. موقع اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حركي مع صفيحة، ده عارفينها طبعا، مع صفيحة نهائية لليف عضلي، دي وصلة عصبية عضلية. ده تعريف مهم أوي 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 أوي، أو مصطلح يعني ما بيجيش تعريف. 5. لا يحدث انقباض للعضلة في غياب ايه؟ والله ايونات الكالسيوم، ايونات الكالسيوم بتعمل على تحليل اسيتيل كولين وبتعمل على تكوين رابط المستعرضة وبتاع، فمحتاجينها طبعا. هو بقول لك في غياب الاي تي بي، ايوه محتاجينها عشان رابط المستعرضة وغيره. كونستريز ايوه بيحول اسيتيل كولين لكولين وحمض الخليك، وبيخلي غشاء الليفة يعود الى وضعه الطبيعي. يبقى جميع ما سبق محتاجينه عشان ايه؟ يحصل انقباض. هقول لك لا يحصل انقباض العضلة في غياب ايه وايه. طيب أي العظام التالية ليس صدري محوري؟ ده من الأسئلة اللي لازم اهدى وافهمها كده. صدري يعني ايه؟ من القفص الصدري؟ لا، صدري يعني في منطقة الصدر. صدر يعني ايه؟ في منطقة الصدر. طب محوري احنا قلنا ايه الهيكل المحوري؟ والله جمجمة، قفص صدري، عمود فقري. طيب واحدة شوف الشرط بقى صدري ومحوري. فقرة رقم 16، والله الفقرة رقم 16 دي من الفقرات الايه؟ الظهرية. والفقرات الظهرية دي موجودة في منطقة الصدر أصلا، أحيانا بيسميها فقرات صدرية. إذا دي مش معانا، دي بيقول لك ليس هنا، ليس دي مش معانا، يبقى دي غلط. بعد كده بيقول لك عظمة خلينا زوج الضلوع العاشر. ماشي، زوج الضلوع العاشر يعني إيه؟ الضلوع في القفص الصدري، وإحنا قلنا القفص الصدري من الهيكل المحوري، وهو بيقول لك هنا ليس صدري محوري، يعني مش محوري، وده صدري ومحوري، يبقى غلط برضه. عظمة القص، ما هو عظمة القص برضو تبع القفص الصدري وتبع الهيكل المحوري، غلط. طيب الفقرة رقم 20، تعالى يا سيدي، الفقرة رقم 20 دي هي محورية. ليه؟ لأنها من العمود الفقري، بس هل هي صدرية؟ هل الفقرة رقم 20 صدرية؟ لا يا سيدي. ليه؟ لأن أنت عندك 7 12 5 5 4 7 و12 5 5 4 بتوع الايه؟ المجموعات الفقرات: عنقية، ظهرية، قطنية، عجزية، عصاصية. القطنية بتبدأ من الفقرة رقم 20 بالظبط، الظهرية بتنتهي بالفقرة رقم 19. يبقى الفقرة رقم 20 دي قطنية، يبقى مش موجودة في المنطقة الايه؟ الصدر. بس يا سيدي يبقى الفقرة رقم 20. طيب اللي بعده رقم 7، بيقول لك ايه الأربطة التالية تفصل بين نهاية عظمة اللحظة ألا شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. طيب يا شباب نكمل. بيقول لك ايه الأربطة التالية تفصل بين نهاية عظمة الفخذ ورأس عظمة الساق الخارجية. هو الساق الخارجية دي يقصد بيها مين يا عم انت؟ والله هو يقصد بيها الشظية، مش احنا قلنا داخلي قصبة خارجي شظية؟ طيب هل الصليب الأمامي هو اللي بيربط؟ هي مش تفصل، المفروض يربط يعني، يربط. لا، هل الرباط الجانبي؟ فعلا الرباط الجانبي هو اللي بيربط بين نهاية عظمة الفخذ ورأس عظمة الساق الايه؟ الخارجية. بطلسي لا، صليب خلفي لا. تعدمت فردية رقم 8، الانزلاق على التركيب الدقيق لايه؟ والله ما اكيد مش الاعصاب، واكيد مش النهاية العصبية، واكيد مش الرباط، اكيد الياف عضلية هيكسلي. ده كلام مفروغ منه يعني. ما الذي يميز الفقرة رقم 23 في العمود الفقري؟ فاكر لما احنا عملنا الكيرف وعملنا كده، وان هنا الفقرة رقم 24 ومش عارف ايه؟ يعني ايه؟ كل ما بنزيد لحد 24 احنا بنكبر في الحجم. 24 هي اكبر فقرة في الحجم، تنزل تحت تقل تاني. مش هقول لك بقى ايه، للاسف في حاجات كتير انا شرحتها وحاجات في التصوير انا صورته لدفعة 2026 وللاسف انتوا ما شفتوهوش، فعشان كده انا بتلخبط انكم ما شفتوش الكلام ده اصلا، انتوا ما تشوفوا الكلام ده، فاهمني؟ طيب هقول لك ما الذي يميز الفقرة 23 في العمود الفقري؟ احنا قلنا 24 ايه؟ هي اكبر فقرة، فهتبقى كبيرة الحجم لانها قبلها على طول اهي. تمام. مع عدد الأقراص الغضروفية بين الفقرات من 12 إلى 27. في برضه معلومة مهمة أوي أوي أوي، في ناس كتير بتنساها من الأساتذة أو ما بتنبهش عليها أوي. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، بص يا سيدي، الأقراص الغضروفية موجودة موجودة خلينا متحضرين، موجودة
قاعد في اسيوط بقى، معلش انا من الجيزة بس قاعد في اسيوط عشان الكلية يعني. المهم من 2 ل25، من 2 ل25 في اقراص غضروفية. يبقى لما اجي اسألك عن اقراص غضروفية موجودة من الفقرة رقم 2 ورقم 25، بره كده مفيش وقبل كده مفيش اقراص غضروفية اصلا. طيب اهو بقول لك اهو بيقول لك معاد اقراص غضروفية بين الفقرة رقم 12 وفقرة رقم 27، بس احنا قايلين لاخرنا 25، يعني الاتنين بتوع ال 27 دول مالناش دعوة بيهم، 27 و 26 مالناش دعوة بيهم، اخرنا 25 يا معلم. طب 12 معانا، 12 معانا، ما احنا قلنا من 2. طيب 12 ناقص 25 ب 13، دي الاقراص الغضروفية الموجودة بينهم. اللي بعده بيقول لك 11 يعمل كحاجز بين الأجزاء داخل الخلية وخارج الخلية. أيوة طبعا، اللي هو بيحمي العضيات والسيتوبلازم بتاعه، برضه بيحمي الخلية من بره. أيوة الساركوليم اللي هو الغشاء. رقم 12 بيقول لك كم يكون عدد الأقراص اتش في 10 قطع عضلية منقبضة تماما. والله ما تكمل يا عم، ما تكملش بقى الله. بيقول لك ايه اتش، ارسم تاني مش هرسم اكيد فاهمين دي بس نشرح. بص يا سيدي، ادي الاكتين، عضله صغننه اهي عشان ايه ما نضيعش وقتكم. هقول لك منقبض تماما، يعني الاكتين لازق في بعضه، فما فيش هنا اصلا منطقه اتش، مفيش. المنطقه شبه المضيئه مش موجوده. المنطقه شبه المضيئه يعني كأن الضوء يعني بيمر في خطوط الميوسين، بس هنا بيمر في ايه اكتين ميوسين، يعني دي منطقه كلها داكنه، يبقى مفيش اتش يا معلم. اتفقنا؟ يبقى في المنقبضة تماما دي مفيش اتش اصلا. فين نقول له يبقى 0. طيب ما المركب الكيميائي الذي يسبب الاجهاد العضلي عند تراكم في العضلات؟ حمض اللاكتيك. حبيب قلبي، برافو عليك برافو عليك. ما عدد الوصلات العصبية؟ السؤال ده حلو قوي. لك ما عدد الوصلات العصبية التي تكونها 100 ليفة؟ ليه بتتلخبط؟ ليه بالله بجد بتتلخبط ليه؟ بص يا سيدي هقول لك. لو بص هقول لك قانونين تحفظهم وبالله عليك ما تنساهمش، المفروض اصلا مش هتنساهم. يعني عدد الوصلات العصبية يساوي عدد الحزم العضلية. ارقم الخط ده ماشي. وبرضه في معلومة تانية بتقول لك ايه، عدد الوصلات العصبية بيساوي عدد الالياف العضلية. ازاي يا عم الحاج محمود انت عبيط هتجنني؟ ازاي عدد الوصلات العصبية يساوي عدد الالياف ويساوي عدد الحزم؟ يعني ايه يعني؟ الفكرة وما فيها في ايه؟ يعني هو احيانا في السؤال يا اما يذكر لك ده يا اما يذكر لك ده يا اما يذكر لك الاتنين. بمعنى لو ذكر لك الحزم ما تبصش على الالياف. يبقى لو قالك مع عدد الوصلات العصبية اللي تكونها 5 حزم فيها مليار ليفة، مالكش دعوة بالالياف، خليه في الخزم حزم 5 حزم. يبقى انت كده عدد الوصلات العصبية يساوي 5 حزم. يبقى لو ذكر كلمة حزم اهو لو ذكر كلمة حزم يبقى انت خليك في دي، يبقى عدد الوصلات العصبية يساوي عدد الحزم. ما ذكرش عدد الحزم يبقى عدد الالياف. فهمت؟ ذكر الاتنين يبقى انت برضو الحزم. طب هو هنا عمل ايه بقى؟ هو هنا قال لك والله تعالى نمسح العك ده، ولا انت فهمت يعني ان نشخبط عادي؟ طب يا سيدي هو قال لك هنا ايه؟ وقال لك مع عدد الوصلات العصبية تكونها 100 ليفة. ذكر حزم بذمتك يا راجل يا محترم؟ ما ذكرش حزم، ذكر ليفة. وانا قايل لك لو ما ذكرش حزم يبقى خليك في الليفة. يبقى يساوي عدد الوصلات العصبية تكونها 100 ليفة، يبقى يساوي 100 ليفة. اتفقنا يا رب تكون فهمت. ما الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية؟ يا حبيب قلبي بتتلخبط فيها ليه؟ الوحدة الوظيفية والوحدة التركيبية. الوحدة الوظيفية وظيفة الميكانيزم الحاجة، يبقى الوحدة الحركية. لكن اقول لك الوحدة التركيبية حاجة في تركيب العضلة، يبقى القطعة قصدي الليفة العضلية. حلو. يبقى لما اسألك على الوحدة الوظيفية يبقى انا عايز الميكانيزم الحاجة، يبقى الوحدة الحركية الوظيفة. فاهم؟ بحاول ابسطها لك.
اما الوحدة التركيبية هي حاجة تركيب موجود في العضلة، تبقى الليفة العضلية. الليفة العضلية. حلو يا عم، حلو، يا رب تكون ثبتت يا رب. لكن الوظيفة الوظيفية قصدي. السؤال الجميل حبيب قلبي، صوب ما تحته خط. بيقول لك عدد الفقرات الملتحمة في العمود، سريعا بقى سريعا ما فيهاش كلام، دي عدد الفقرات الملتحمة في العمود الفقري 16 فقرة، غلط. 19 9 فقرات، 4 جزئية، 5 عصعصية. عدد الفقرات التي لا تواجه التجويف البطني، سؤال تحسه صعب ولكنه أهبل. ايه الفقرات التي تواجه التجويف البطني؟ صح، انت صح. القطنية كم فقرة؟ هما 5 فقرات، بس مفيش غيرها بيواجه التجويف البطني. يبقى انا ناقص 5 من كم؟ 33 فقرة اللي هما كلهم. 5 ناقص 33 27. بسيطة وسهلة، سهلة وبسيطة. طيب مكان اتصال تفرع نهائي عصبي بليف عضلي. مكان اتصال تفرع نهائي عصبي بليف عضلي، قلنا دي وصلة عصبية حركية. طيب 4 أكبر عدد من الأعصاب المغذية لحزمة عضلية بها 5 ألياف هو واحد بس. واحد بس يقدر يغذي 5 ألياف عادي. الساركوليما هي المسافة بين كل خيطين داكنين. الساركومير. الساركومير. عظمة الساعد رقم 6. احنا عظمة الساعد المتحركة هي الترقوة. ايه عظمة الساعد المتحركة هي الترقوة. والله القعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول الزنت الثابت، يبقى الزنت الثابت قعبرة متحركة يا عم الحاج محترم. طيب تتصل الروابط المستعرضة بخطوط زد لإتمام الانقباض العضلي، غلط. الأكتين. طيب عدد الفقرات التي تتصل بالضلوع العائمة. السؤال لا عدد الفقرات التي تتصل بالضلوع العائمة كم فقرة؟ هو عايز ايه؟ عدد الفقرات التي تتصل بالضلوع العائمة 8 فقرات. لا، فقرتين بس. فقرتين بس. الفقرة رقم 18 و 19 بالنسبة للعمود الفقري زي ما قلنا فوق، و11 و12 بالنسبة للفقرات الظهرية. تتوسط الفقرات العجزية في العمود الفقري رقم كام؟ تيجي نحسبها. تعال، الفقرات العجزية فين؟ والله احنا عندنا 7 12 5 5 4 7 و12 19 و5 24. يبقى انت هتبدأ من 25 فقرة ايه؟ عجزية، تنتهي عند 30. يبقى انت عندك في النص 27 في النص. هو بيقولك تتوسط. طيب فين يا عم الراجل محترم؟ 27. اخر حاجة الغذاء المدخر في العضلات يوجد صورة بي. والله قلنا يا جماعة بسيطة، فعل مدخر جلايكوجين، مباشر اي تي بي، يبقى المباشر اي تي بي. فعل مدخر بتنجانة جلايكوجين. خلصنا. يبقى جلايكوجين. طيب السؤال الأحلى، السؤال ده كده بيجي على 6 درجات، فالمفروض ده مضمون يعني. معذرة. مناطق نشأت من تراكم خيوط الميوسين فقط. والله احنا قلنا فوق ميوسين فقط. أعيدها لك، أنا شرحتها قبل كده بس أشرحها والله العظيم أنا تحت أمر حضرتك يا حبيب قلب. أهو دي العضل، قصدي القطعة العضلية. ماشي يا سيدي، ماشي. ده الميوسين اهو. بص المنطقة اللي بتمر بس، كأن اعتبر في ضوء اللي بتمر بس بالميوسين، فدي منطقة اسمها منطقة شبه مضيئة، منطقة اتش. اللي بتمر اللي هو الأكتين والميوسين، اللي هي المنطقة دي بتمر على الأكتين والميوسين، تبقى منطقة داكنة. ما بيعدي ميوسين واكتين في الموضوع صعب. اما اللي بيمر على الاكتين بس، اكتين بس، دي المنطقة اللي هي الاي اللي هي المضيئة. واصله لك؟ بس ده الموضوع ما فيه، مش عايز اكتر من كده. فالمنطقة المناطق اللي نشأت من تراكم خيوط الميوسين بس يا سيدي، زي ما احنا قلنا اهو، ميوسين بس بمنطقة اتش اللي هي المنطقة شبه المضيئة. طيب عظمة ظهرية مثلثة الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب.
ده لوح الكتف. احنا فوتنا سؤال لوح الكتف، فوتنا سؤال يا ولد. اتنين، رقم اتنين بقى، احنا جاوبنا تلاتة. رقم اتنين، عظمة تتصل من الناحية الباطنية الخلفية. الناحية الباطنية الخلفية مش الأمامية، الأمامية تبقى العانة، أما الخلفية بتبقى الورك. طيب، عظمي يتصل بها الطرف الداخلي للترقوة، دي عظمة القص، عظمة يبقى دي عظمة دي. تتصل بها الطرف الداخلي للترقوة، دي عظمة القص. الداخلي للترقوة بالظبط، عظمة القص. بعد كده يا سيدي بيقولك ضلوع قصيرة لا تتصل بعظمة القص، هي تتصل بالفقرات عادي اللي هي الضلوع العائمة، ولكن لا تتصل بعظمة القص يبقى العائمة. عظمة تتحرك حركة نصف دائرية حول الذين سبق قلناها قبل كده، القعبرة. موضع اتصال نصفي عظام الحوض متماثلين، ده الارتفاق العاني. عظمة باطنية رفيعة تتصل مدبب موجود بالخارج من عظمة لوح الكتف، دي الترقوة. نوع من المفاصل يربط بين عظام الجمجمة من خلال أطرافها المسننة، وبعد كده تحول النسيج عظمي مع تقدم العمر، ده نوع المفاصل الليفية. بحاول أنجز عشان وقتكم والله العظيم، أنا ما عنديش أي حاجة. غشاء يحيط بمجموعة الألياف العضلية المكونة للحزمة العضلية. غشاء يحيط بمجموعة الألياف، والله ده إيه؟ ده الغشاء اللي بنسميه عندنا الساركو إيه بقى؟ بلازم ولا لمة؟ بلازم يعني السيتوبلازم عادي، أما لمة هو الغشاء. اللي بعده يا سيدي يقول لك حدوث علل او بما تفسر، حدوث اجهاد للعضله. طبعا انت هتقول لي بسبب تراكم الحمد لله فيك، صح، وهكتبها لك اهو، بسبب تراكم ايه ده، لا حول الله يا رب، حمض اللاكتيك. إجابة صحيحة 100%، وهتاخد عليها الدرجة عادي، ولكن حاول تديله إجابة إيه كافية وشافية ووافية وكل حاجة عشان ما يتبسط يعني. طيب تقول له إيه؟ بيحدث تتابع عضلي سريع وبتاع، فالعضلة بتضطر إنها تتنفس بشكل هوائي، فده أو ما بيوصلهاش الأول أكسجين هوائي كفاية، بعد كده بتضطر إنها تتنفس بشكل هوائي، فبتتسبب بتراكم حمض اللاكتيك. طيب 2، بيقولك يتحكم الإنسان في وضعية جلوسه جسمه، سواء في الجلوس أو الوقوف. يتحكم الإنسان في وضعية جسمه سواء في الجلوس أو الوقوف، ده والله تقول لي بسبب أو بفضل، الله يبارك لها يعني، لله الحمد، بفضل عضلات الجذع والرقبة والأطراف السفلية برضه عشان منظمهاش، والأطراف السفلية. طيب التفاف المحلاق في النبات البازلات، أنا هعيدها 100 مرة قلت هتيجي. التفاف المحلاق في نبات أي حاجة حول الدعامة، إيه سبب الالتفاف؟ والله قلت لك بسبب بطء نمو المنطقة التي تلامس الدعامة وسرعة نمو المنطقة التي لا تلامس الدعامة. فاهم منطقة حول الأكسينات؟ إن المنطقة التي تلامس الدعامة بطيئة تنمو بشكل بطيء، واللي الناحية اللي بره اللي هي التي لا تلامس تنمو بشكل سريع، فبتلاقي بيحصل بقى الإيه؟ الدوران ده. فاهمني؟ طيب بعد كده رقم 4 بيقول لك إيه؟ جاوبنا ده ماشي. تتميز ألياف الأربطة بمتانتها ومرونتها. هتقول لي لتسمح بتمددها قليلا، فلا تنقطع عند تعرضها أو عند تعرض المفصل لضغط خارجي. بتقول لي إيه؟ لتسمح بتمددها قليلا فلا تنقطع عند تعرضها لضغط خارجي أو عند تعرض المفصل لضغط خارجي. حلو. طيب رقم 5 بيقول لك تلعب الأربطة دورا هاما عند الحركة في الإنسان.
ايوه طبعا. ليه؟ مش احنا قلنا الاربطه دي تعمل على ربط العظام ببعضها، ربط العظام بالعظام؟ ايوه، يبقى لانها تعمل على ربط العظام ببعضها عند المفاصل، وتحديد حركه المفصل في الاتجاهات المختلفه. يبقى هي بتعمل على ايه؟ والله تعمل على ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركه المفصل في الاتجاهات المختلفه. تاني، وظيفة الأربطة تعمل على ربط العظام ببعضها وتحديد حركة المفاصل في الاتجاهات المختلفة. عايز أقوم أصلي العشاء. طيب سريعا، ماذا يحدث إذن؟ 1. غياب السائل المصلي من المفاصل. مش احنا قلنا إن السائل المصلي ده كان بيسهل أو يسهل من عملية انزلاق الغضاريف؟ أيوة حصل. فتقول لي إيه؟ حدوث، لو مفيش يعني حدوث تآكل لحظة، تآكل للغضاريف انا عايز اكتب اقولها لك وخلاص، يعني اقولها لك شفهيا وانت احفظ معايا. يبقى حدوث تآكل الغضاريف التي تكسو اطراف العظام، ومما يؤدي الى خشونة وصعوبة في حركة المفاصل. يبقى مقول لك غياب السائل المصلي من المفاصل، هتقول حدوث تآكل الغضاريف ماشي التي تكسو اطراف العظام، مما يؤدي الى خشونة وصعوبة حركة المفاصل. بعد كده بيقول لك غياب ايونات الكالسيوم من الخلايا العضلية. والله زي ما قلت لك قبل كده ان ايونات الكالسيوم دي كانت بتعمل على ايه؟ والله دي كانت بتعمل على تكوين روابط المستعرضة مثلا. فتقول لي مش هيحصل انقباض وانبساط بسبب عدم تكوين الروابط المستعرضة. طيب غياب انزيم الكولينستريز من نقاط الاتصال العصبي. فاكر لما قلت لك فوق لن يعود فرق الجهد الى وضعه الطبيعي، مش هيرجع موجب. ماشي، يبقى لن يعود فرق الجهد الى وضعه الطبيعي. ليه بقى؟ لان انزيم الكولينستريز ده بيعمل على تحطيم الاسيتايل كولين، فيحوله الى كولين وحمض الخليك. طيب بعد كده التمزق الاخير حليناها اكتر من مره في الشرح. الام حاده، قلنا يحدث الام حاده، عدم القدره على المشي، ثقل في حركه القدم. طيب رقم 5 بيقول غياب ماذا يحدث اذا غابت الجذور الشاده من ابصال النرجس. اول حاجه الابصال مش هتقدر تشد النبات لاسفل فتهبط الى مستوى طبيعي ملائم، فاهمني؟ مش هتقدر تهبط لمستوى طبيعي ملائم. والساق المختزنه اللي هي مثلا البطاطس او البطاطا مش هتوصل لبعد ملائم عن سطح الارض. مش بس كده، فاكر لما قلت لك ان ده بيخليها بيعمل على تامين الاشجار الهوائيه من الرياح او العوامل الرياح؟ فمش هيحصل كده، لن يتم تامين الاشجار الهوائيه ضد عوامل الرياح. فانت هتقول الاجابه اسمعها كده باختصار: لا تستطيع الأبصال أن تشد النبات إلى أسفل فتهبط إلى مستوى طبيعي ملائم، ولن تصل الساق المختزنة إلا بعد ملائم مع سطح الأرض، ولن يتم تأمين الأشجار الهوائية ضد عوامل الرياح. ماشي يا سيدي، ماشي يا حبيب قلبي. سادسا بيقول لك استخرج الكلمة الشاذة غير الأحمريقة مع بيان السببيكة. بيقول لك رقم 1 مفاصل الجمجمة، الجمجمة، الكتف، الفخذ، الكوع. واحدة الكتف مفاصل جلالية، الفخذ مفاصل جلالية، الكوع مفاصل جلالية. أما الجمجمة هي مفاصل ليفية، مفصل ليفي تكون مفصل ليفي، بكل اللي بيكون مفصل جلالي إلى الجمجمة تكون مفصل ليفي. طيب رقم 2 الترقوة، الحرقوفة، عظمة الورك، لوح الكتف. والله الترقوة تعال ناخدها بمحمل الطرفي. اول ما نشوف العظام خدها كده تدريجيا. اول حاجه مثلا طرفي محوري كده، ده محوري ولا طرفي محوري؟ لا، الترقوة طرفي، الترقوة طرفي طبعا، الترقوة طرفي. الحرقوفة طرفي، عظمة الورك طرفي، عظمة القص لا مش طرفي محوري، لوح الكتف طرفي. يبقى هي اللي كلها في في عظمة القص. تمام. ليه بقى؟ يبقى تقول لأنها تتبع الهيكل أو عظام الهيكل المحوري، بخلاف الباقي بيتبع عظام الهيكل الطرفي. طيب 7 مسائل يا سيدي، مش هنسيب لك حاجة بإذن الله. والله أفكار
مهمة قوي، التعليلات وماذا يحدث مهمة قوي، ركز. طيب المسائل برضو نفس الافكار هتيجي، مش هيألف والله العظيم. في الاحياء ان شاء الله الامتحان هيجي متوسط، في ناس هتطلع مبسوطه ان شاء الله، وفي ناس هتطلع متضايقه، لان الامتحان مش هيجي سهل، مش هيجي سهل، هيجي متوسط ومايل سنه للصعوبه، لكن مش هيجي صعب ومعجزه ان شاء الله يعني. طيب اذا كانت احدى عضلات جسم الانسان تتكون من كام حزمه؟ 13 حزمه عضليه، وكل حزمه تتكون من كام ليفه؟ 10 الياف. كلام محترم. بدون ذلك احسب عدد ما يلي. والله في قانون بيقول لك، اول حاجه بيقول لك عدد الوحدات الحركيه، دي هذه العضله كلها مش الحزمه، قال لك العضله كلها. احنا عندنا معلومه تقول ان عدد الوحدات الحركيه دي واو، دي الحركيه تساوي، عند الادخال في الري را عادي بصر. عدد الوحدات الحركيه تساوي عدد الالياف الايه؟ الالياف العضليه. انا عندي كام ليفه عضليه؟ واحد يقول لك 10. كذاب كذاب. ليه؟ لان هو بيقول لك عندك 13 حزمه، فانت هتضرب بقى 13 اي مكان فاضي، 13 ايه ده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب ايه ده بقى اللي حصل ده؟ طب يا سيدي ولا اي حاجه، احنا فين؟ احنا في عدد الوحدات الحركيه. احنا قلنا ان يبقى انت هتضرب 13 في كام؟ في 10، اديني 130 ليفه. ضربنا ايه؟ ضربنا عدد الحزمه فيها كام ليفه؟ 10 الياف، واحنا عندنا 13 حزمه، يبقى 13 في 10 الياف يديك الالياف كلها اللي موجوده في العضله، اللي هم كام؟ 130. واحنا قلنا القانون يساوي عدد الوحدات الحركيه بيساوي عدد الالياف العضليه كلها الموجوده في العضله. يبقى كام؟ يبقى الاجابه هنا 130. خلصانه؟ طيب اللي بعده، هقوم اصلي العشاء عشان انا كده اتأخرت على لقاء ربي يعني. نكمل يا حبايب قلبي. بسم الله. كنا فين؟ رقم 2 كنا بنقول عدد الالياف العصبية الحركية التي تغذي هذه العضلة، وقصده على ده، قصده على السؤال ده. لحظة واحدة معاك. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ اذا كانت عضلات جسم الانسان اتكلمنا في الحتة دي، قلنا ان عدد الوصلات العصبية يساوي عدد الالياف العضلية، قلنا ضربنا 10 الياف في 13 حزم 130. بعد كده هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك انا عايز عدد الالياف العصبية التي تغذي هذه العضلة. الالياف العصبية 100 ما هي برضه 130، عشان 130 ليف 130 ليف عصبي 130. طب بعد كده رقم 3 بيقول لك عدد الوصلات العصبية. احنا قلنا عدد الوصلات العصبية عضلة، عدد الوصلات العصبية في حالة ذكر الحزم اهي فوق اهي، الحزم يبقى 13، مالكش دعوة بالألياف مهما كانت، يبقى 13 وصلة عصبية. ماشي. بيقول لك احسب عدد عظام كل من الجزء المخي للجمجمة. ماشي يا سيدي، 8. والساعد، قصده الساعد عندك 2. قعبرة وزن. رزق القدم، والله رزق القدم كان فيه كام؟ رزق القدم كان فيه 7، يبقى 8 و2 10 و7 17. طيب الفقرات القطنية 5، والساق قصبة وشظية 2، وأمشاط اليد 5، يبقى 5 و2 7، وأمشاط اليد 5 يبقى يساوي 12. تاني 5 أمشاط و2 7 و5 12. الساق قصبة شظية. ماشي. ضلوع القفص الصدري عندك 24 ضلع. ضلوع القفص الصدري 24. العمود الفقري عدد عظامه 1 زي كل 33. والله العظيم هتغلطوا فيها، لا يا ابني 26، قلنا عندنا 9 ملتحمين يبقى 26. والحزام الصدري 4، يبقى كده كام؟ 24 و26 كده 50، و4 يبقى 54. 54. طيب
طيب عضلة مكونة من 500 ليفة عضلية، احسب أكبر عدد وأقل عدد من الوحدات الحركية. مش إن إحنا قلنا الوحدات الحركية في ليفة عضلية من 5 ل100، بقول لك إيه أكبر عدد، يبقى نقسم على كام؟ هنقسم على 5. أكبر عدد أيوه. أقل عدد هنقسم على كام؟ هنقسم على 100. نقسم على 100 إيه؟ نقسم على 100. هو عايز إيه؟ أكبر عدد. لا أكبر عدد هنقسم، لا أكبر عدد هنقسم، معلش، أكبر عدد هما كام؟ 500. أكبر عدد 500 على 5. أيوة أنا صح يا عم، بيساوي 100. أما عايز أصغر عدد يبقى 500 على 100 بيساوي 5. أنا صح يا معلم. طيب يبقى لو عايز أكبر عدد هتقسم على 5، عايز أقل عدد هتقسم على 100. تمام. يبقى هنا 100 وهنا 5. طيب عدد الصفائح النهائية لا السؤال التاني، عدد الوصلات اهو. عدد الوصلات العصبية العضلية في العضلة، مش احنا قلنا عدد الوصلات العصبية بيساوي عدد الألياف العضلية. انت عندك كام ليفة عضلية؟ 500 ليفة اهو. ما قالش حزم. طيب عدد الصفائح النهائية الحركية في العضلة نفس الكلام 500. طيب أكبر عدد من اللويفات العضلية في هذه احنا قلنا ان اللويفات العضلية في الليفة العضلية تتراوح من 1000 ل 2000. هو بيقول لك عايز أكبر عدد يعني 2000، يبقى أنا هضرب كام؟ 2500 في 2000 طلع لي مليون لويفة عضلية. طيب اللي بعده بيقول لك ليفة عضلية في حالة انقباض تام تتكون من 20 خط زد، احسب عدد. والله رقم 1 ايه ورقم 4 ليهم قانون اللي هو ايه والقطع العضلية. لو ظهر خط زد يبقى تقول لي ناقص 1، يبقى انت هتنقص 1 من أحد القوات تتكون من 20 خط من قوة زد، هتنقص 1 من قوة ايه زد، فهتبقى 19. ولو حسبتها ورسمتها هتلاقي برضو ان المناطق الاي الكاملة، لان احيانا في الاخر هتلاقي الطرفين نص. انت هتلاقي بص دول ميوسين ولاكتين الانصاص دي، فبسبب الانصاص ده هيبقى عندك 18 بس. فاهمني؟ فاهم قصدي؟ بسبب الانصاص اللي هي في الاخر دي اللي هي على الجنب دي هيبقى عندك 18 من 19. منطق اتش طبعا مفيش صفر. ليه؟ لان احنا قلنا قالك فوق قوات تام، مركز في الحاجات دي. بعد كده بيقول لك ايه ارسم لي. ماشي يا سيدي. 1 قطعة عضلية منبسطة، والله تحت امر الحكومة. تعالى اعمل حاجة كده في اللذيذ. ادي قطعة عضلية بقول لك ايه منبسطة، احلم بصدها بعيد خالص. طب يا سيدي ادي الميوسين، يرسم معانا اكتب البيانات. ماشي يا باشا اكتب لي البيانات. والله هنا عندك منطقة هو بتمر في ميوسين بس يبقى نقول لها اتش منطقة مضيئة. هنا منطقة بتمر في الاكتين بس يبقى منطقة اي بنقول عليها مضيئة. هنا منطقة ايه لانها بتمر في الاكتين ميوسين نقول عليها منطقة الداكنة. هنا خطوط اسمها خطوط زد، هنا خطوط الاكتين، هنا خيوط سميكة هنا كانت رفيعة، هنا خيوط سميكة تسمى مايوسين. بس ده بالنسبة للقطع العضلية. طيب نرسم له 2 الفقرة الظهرية العظمية. ظهرية ايه الفقرة العظمية؟ والله واحدة واحدة معلم.
ترسم له ايه جسم الفقرة بالشكل ده، معوقة نمسحها. معاك استيكة في الفصل في البتاع يا عم، ايه مشكلة؟ هي معوقة برضه بس يلا، هتاخد من جنب كده ايه عشان تقول ايه مستعرض، تاخدين عشان توصل امامي، هنا توصل خلفي تطلع فوق نتوء الشوكي، توصل خلفي توصل امامي وتروح هنا للنتوء الايه المستعرض. سريعا كده يعني انا بحاول اعمل لكم حاجة كروكي يعني. تمام. تعالى بقى نكتب بيانات. ده جسم الفقرة ماشي، وعندك ده نتوء مستعرض، ده نتوء مستعرض ماشي، وده مفصلي امامي، وده مفصلي خلفي، وده برضه مفصلي خلفي، ده مفصلي امامي هنا خلفي. ده اسمه ايه نتوء شوكي، نتوء شوكي. هنا قناة عصبية وهنا حلقة شوكية، قناة عصبية حلقة شوكية. بس يا سيدي هنا جسم الفقرة وقلنا مفيش حاجة تاني. ثم كلامنا ربنا محمود وله المكارم في العلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما غرد خمرين وأورى خوض. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بإذن الله نكمل باقي الأبواب، لسه عندنا شغل كتير أوي عايزين نخلصه يعني بإذن الله بإذن الله بإذن الله. تقفلوا المادة دي. الأفكار اللي قلناها حلوة أوي، يا رب تكونوا أتقنتوها وفهمتوها. في فرق إن أنا أسمع وخلاص، وإن أنا أقرأ الفكرة أو أسمعها فأفهمها، فبحيث إن أنا جات تاني مغلطش تاني. بعض الناس تحلك كتابين واتنين وتلاتة وبيغلط في نفس الأفكار. لا، أنت حل كتاب واحد ماشي، بس افهم الأفكار. يعني افهم الأفكار، يعني لما تجيلك تاني متغلطش تاني. بس ربنا يوفقكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبي الباب التاني معانا باب الهرمونات. كالعادة أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول سؤال بيقول لك إيه؟ يعمل هرمون نقط على اندفاع الحليب أثناء الرضاعة. والله أنا عندي فرق بين كلمة اندفاع وكلمة منبه. ايه الهرمون اللي بيعمل اندفاع؟ الاكسيتوسين. ايه الهرمون المنبه؟ البرولاكتين. هو سألني عن ايه؟ عن اندفاع، يبقى اقول له البرولاكتين. لا، البرولاكتين قلنا غلط. البرولاكتين ده في حالة ان هو لو قالك منبه، منبه الغدة الثدية ايه لتكوين الحليب. اما الاستروجين لا، مش هو اللي بيعمل اندفاع. الاكسيتوسين الوحيد اللي بيعمل ايه اندفاع. اللي بعده رقم 2 بيقولك يفرز او يفرز هرمون التستوستيرون، مكتوب غلط انا اسف، التستوستيرون من الخلايا البينية. احنا عندنا معلومة بدي ان هرمون التستوستيرون بيفرز من الخلايا البينية. الخلايا البينية دي موجودة فين؟ والله موجودة في الخصية. فين الخصية؟ اهي. بعض الناس يقول لك اقرا الاختيارات كلها. انا دايما شايف انك لازم تجاوب الاجابة قبل ما تقرا الخيارات. هتلاقي نفسك بتنظم افكارك وعارف الاجابة. هتقرا الاختيارات هتتلخبط. هتشوف مثلا الغدة فوق قلوية، يا اخي صدق ده ممكن ان قشرة الغدة القذرية تكون صدق ممكن فاهم. فلا يعني. 3 الهرمون الذي يضاد عمله هرمون الغدد الجاردرقية. الغدد الجاردرقية بتفرز هرمون ايه؟ الباراثيرمون. صح. والباراثيرمون دي بتعمل على زيادة الكالسيوم في الدم. صح. ايه الهرمون اللي بيقلل الكالسيوم في الدم وبيعمل على سحبه او منع سحبه من العظام؟ الباراثيرمون هو اللي بيسحبه من العظام، اللي بيعمل على منع سحبه وبيضاد العمل ده الكالسيتونين. الكالسيتونين بيقلل الكالسيوم في الدم، والباراثيرمون بيزود الكالسيوم في الدم. الكالسيتونين بيفرز من الغدة الدرقية، والباراثيرمون بيفرز من الغدة الجاردرقية. متلخبطش فيها، احفظه كويس. طيب 4 الهرمون الذي ليس له علاقة بهضم الغذاء. الجسترين ده في المعدة طبعا ليه علاقة، يبقى غلط. ليه علاقة، بقول لك ليس له. طيب الثايروكسين خليها في الاخر. السكرتين ايوه برضو بيفرز من الامعاء الدقيقة، فبرضو اللي علاقة بالهضم. كوليسيستوكاين نفس الكلام.
يبقى انت عندك الثيروكسين. تعال نفكر، احنا عارفين الثيروكسين ليه علاقة بمستوى التمثيل الغذائي اللي هو عمليات الايه، عمليات الايض، عارفين عندنا معلومة بده. ولكن هو ما قالكش التمثيل الغذائي وعمليات الايض، هو قال لك هضم الغذاء. هضم الغذاء، هل الثيروكسين له علاقة بهضم الغذاء؟ الهضم نفسه، الهضم لا طبعا. فهمتني؟ يبقى في فرق بين معدلات الايض والاكسده والبناء والهدم والكلام ده كله والهضم. طيب يا سيدي، رقم 5 بيقول لك عندما يشعر الانسان بالعطش يزداد لديه افراز هرمون النقط. الجي اتش غلط، الاي دي اتش ايوه حصل. قول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. الاي دي اتش ده بيعمل على ايه؟ بيعمل على اعاده امتصاص الماء، صح؟ فبقول لك يشعر الانسان بالعطش، ما انا لما اكون عطشان انا محتاج ميه، فلما تزود لي الاي دي اتش هو بيرجع يمتص الميه من البول. تمام، يبقى تي اس اتش غلط، اف اس اتش غلط. طيب من وظائف هرمون الريلاكسين، واحده واحده. من وظائف هرمون الريلاكسين ارتخاء الارتفاق العاني حصل. تبويض لا. ضمور الجسم الاصفر لا طبعا. نمور الجسديه لا برضه. يبقى الارتفاق العاني. طيب رقم 7 بيقول لك منبه غدد قنوية ذات افراز خارجي خارج الجسم. يا حبيب قلبي افهم، خارجي خارج الجسم، داخلي داخل الجسم، داخلي خارج الجسم. افهم النقطة دي. اما بيقول لك خارجي الاولى دي، الاولى هو قصده ان هي غدة قنوية مش غدة صماء بتفرز هرموناتها في الدم. اذا هي غدة قنوية بتفرز هرموناتها خارج الدم مش في الدم، ده قصده بخارج الاولى. اما خارج الجسم اللي هي الجملة التانية دي هو قصده فعلا خارج الجسم خالص. فاهمني؟ فلما اقول لك غدد قنوية افرازها مثلا، بص غدة قنوية افرازها خارجي، لحظة، خارجي داخل الجسم، هتقول لي ايه مثلا؟ قول لي كده مثال. الغدد اللعابية. ليه؟ لان لان الغدد اللعابية هي فيها قنوات ما بتفرزش اللعاب في الدم، ولكن في نفس الوقت بتفرزه داخل الجسم. فهمتني؟ يبقى انت قسم الجملة الاولى احنا بنتكلم في بره او جوه الدم، التانية بره او جوه الجسم. تمام، موضوع بسيط خالص يعني. ماشي يا عم. طب يا سيدي احنا وصلنا لفين؟ نفس السؤال هنا اهو. رقم 7 منبه غدة قنوية ذات افراز خارجي خارج الجسم. والله العظيم تعالى كده اول سؤال، اول اجابه بتقول لك البرولاكتين. البرولاكتين فعلا بينبه الغدد الثديية او الغدد اللبنية تكوين اللبن، واللبن ده بيفرز خارج ولا داخل الجسم. اذا هو قنوي، يبقى هو اولا كده خارجي، صح؟ طب هو خارج ولا داخل الجسم؟ لا خارج الجسم، صح؟ يبقى البرولاكتين فعلا. ال اتش لا طبعا. النمو مالنا وماله؟ لا برضو. طيب 8 يفرز هرمون الذي يستخدمه الأطباء في إسراع عملية الولادة. طيب بدون ألغاز، إيه هو الهرمون الذي يستخدمه الأطباء في إسراع عملية الولادة؟ الأكسيتوسين، هيشتغل على إيه؟ زيادة انقباضات في الرحم. طيب الهرمون ده بيتفرز منين؟ والله بيتفرز من مكانين، من الفص. هو طبيا لا، هو طبيا في مكان بينتج ومكان بيفرز، بس خلينا إيه نديك اللي موجود في كتابك يعني. هو بيفرز من الخلايا العصبية المفرزة، ماشي، والفص الخلفي. يعني لو كان جاب لك، ومستحيل يجيب لك، بص مستحيل يجيب لك الفص الخلفي من الغدة النخامية والخلايا العصبية المفرزة، هيجيب لك واحدة منهم. تمام، عشان برضو ايه مش عايز الخبطك طبيا يعني. يبقى اذا انت عندك موجود انهي؟ الخلايا العصبية المفرزة اول حاجة. ايه؟ مستحيل يجيب لك فص خلفي، مستحيل. شوف اللي بعد الغدة الدرقية غلط، المبيض غلط، الفص الامامي. شوف هنا لخبطك بقى، الفص الامامي هو مش الامامي، هو الخلفي. تمام، اللي بعده. ركز معايا بالله عليك، الاسئله دي مهمه قوي وافكار مهمه، يعني افكار ما ينفعش امتحان يخلو منها. عد الفصول المكونه، فصول ايه؟ فصوص
المكونة للجزء العصبي للغدة النخامية. والله الغدة النخامية دي فيها 3 لصوص، 2 غدة وواحد عصبي وقمع. طيب انت هو بيسألك على كام؟ بيسألك على العصبي. احنا عندنا كام واحد عصبي؟ واحد بس، يبقى واحد عصبي و2 غدي. طيب الهرمون المحفز لنمو الحويصلات في المبيض وتحويلها الى حويصلات جراف، الاف اس اتش بدون كلام. طيب الهرمون الذي يعمل على انتظام دورة الحمل، البروجسترون بدون كلام. طيب طب يا سيدي، هبوط مستوى التمثيل. السؤال ده حلو قوي 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 قوي، يا رب يجي يا رب. سؤال مهم ولذيذ. بيقول لك يا معلم، بيقول لك هبوط مستوى التمثيل الغذائي ينتج عن، احنا عارفين التمثيل الغذائي ليه علاقه بكذا هرمون زي الجي اتش والثيروكسين ومش عارف ايه. طيب خلينا بقى في السؤال نفسه. اقرا الاختيارات. بيقول لك زياده افراز الثيروكسين، هقول لك هبوط مستوى التمثيل، هبوط مستوى التمثيل الغذائي. والثيروكسين ده بينظم عمليات الايض، يعني ليه علاقه بالتمثيل الغذائي. هقول لك زياده، يعني لو زاد الموضوع هيتحسن مش هيسوء. وقال لك هبوط، يبقى غلط. طيب عدم انتاج الاي دي اتش، الاي دي اتش ملوش علاقه بالتمثيل الغذائي، الاي دي اتش له علاقه باعاده الامتصاص، يبقى غلط. خلل في خلايا العصبيه المفرزه، الخلايا العصبيه المفرزه ملهاش علاقه بالموضوع. الخلايا العصبيه المفرزه بتفرز الاكسيتوسين، مال الاكسيتوسين والتمثيل الغذائي ملوش علاقه. طيب طبعا انت متاكد ان الاجابه ب صح؟ بس افهم بقى ليه الاجابه ب صح. لان اللي بيفرز الثيروكسين يا معلم الغده الدرقيه. حصل. والثيروكسين هنا قل. هقول لك هبوط مستوى التمثيل الغذائي، فالثيروكسين قل. الثيروكسين اهو قل. ايه اللي بيأثر على الغدة الدرقية؟ التي اس اتش. يعني الحالة الوحيدة عشان الثيروكسين يقل في الاختيارات ان التي اس اتش يقل هو كمان. فاما التي اس اتش يقل مش هيفرز كويس، مش هيتفرز كويس على الغدة الدرقية، فالغدة الدرقية مش هتفرز كويس الثيروكسين، فالثيروكسين افرازه هيقل. يبقى الاجابة الصحيحة رقم ب، نقص افراز التي اس اتش. بس يا سيدي سؤال جميل وفكرته حلوة ولفة غير مباشرة. طيب 13 الهرمون الذي يحافظ على سلامة الجلد والشعر يفرز من الغدة ايه؟ هو بيتكلم هنا عن الثيروكسين. نغير اللون الاحمر ده، ثيروكسين. هات اللي زيك ماشي. طب الثيروكسين ده بيفرز منين؟ والله الثيروكسين ده بيفرز من الغدة الدرقية. هات لي الاجابات يا معلم. النخامية غلط، درقية اهي. غير درقية لا ملناش علاقة، ده حاجة تانية. الكظرية لا برضو. طيب 14 يزداد تركيز البول وتقل كميته عندما، ركز معايا من الحاج. تركيز البول بيقول لك بيزداد وتقل كميته عندما يزداد الانسولين، لا ملوش علاقة دلوقتي. يزداد الاي دي اتش، ركز معايا بقى. هو الاي دي اتش ده بيعمل على ايه؟ على اعادة امتصاص الماء. بص يا سيدي هرسم لك وليكن المثانة مليانة مثلا وليكن دي املاح، وفي عندك مية كتير بقى، دي كلها مية. ماشي. لو انا جيت الاي دي اتش بيعمل عليه على اعادة امتصاص، لا انا مسحت ليه الرخامة دي بقى؟ انت فهمتها؟ على اعادة امتصاص. قلنا هنا في مية ماشي. جه الاي دي اتش عمل اعادة امتصاص الماء، فخرج المية الحمرا دي بره، خرجت، فكمية البول هتقل صح؟ يبقى حجم البول او كمية البول هتقل. مش بس كده، تركيزه هيزيد. لان هو المحلول كان فيه مثلا 70%
ميه و30% ملح. اما خرجت جزء كبير في الميه بقى الاغلب ايه؟ ملح، فتركيزه زاد، تركيز المحلول نفسه زاد. اذا تركيز المحلول زاد ولكن وكميه الميه قلت، او كميه البول نفسه قلت. فهمتني؟ تعال نشوف الاجابات. يزيد الانسولين يزيد الاي دي اتش. ايوه فهو بيقول لك ايه؟ يزداد تركيز البول زي ما قلت لك بالظبط، وتقل كمياته. دي في حاله ايه؟ زياده الاي دي اتش، اللي هو ايه؟ بيعمل على اعاده امتصاص الماء. بيعيد ايه بس؟ بيعيد ايه؟ طيب 15. الله يكرمكم يا ولاد يا رب، والله العظيم نفسي بجد تفرحوا. يعني ده بالنسبه لي شيء مهم. بعض الناس مفكره ان المدرس مش فارق معاه، ومش عارف. بالعكس، احنا انا بالنسبه لي انا مش عارف حد، في تقريبا كلمتين طالب بالنسبه لي انا عارف اسمائهم ومتابعهم وبسال عنهم مستني النتيجه بتاعتهم. فاهمني؟ مش اللي هو لا خالص، يعني مش زي ما انتم متخيلين ان احنا مش فارق معانا. طيب الجزء العصبي للغده النخاميه يتركب من، احنا قلنا ان احنا الغده النخاميه يا سيدي مش عاجبني اللون ده برضه، انا غير اللون ده خالص، اخضريق حلو. نجدد. الجزء العصبي للغده النخاميه يتركب من ايه؟ من فصل. لا خلينا الاول نتكلم عن الغده النخاميه. الغده النخاميه بتتكون من كام فصل؟ 3 فصوص، 2 غدي وواحد عصبي. بس الواحد العصبي ده معاه حاجه اسمها قمع عصبي. تعالى بقى نشوف. يبقى الجزء العصبي يتكون من كام غده؟ من غده واحده، قصدي من فص واحد. غده ايه بس؟ من فص غدي واحد، مش من فص غدي، من فص من الغده النخاميه يعني. يبقى الجزء العصبي يتركب من فص واحد اسمه الفص الخلفي، ومعاه القمع العصبي. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ الجزء العصبي بالغده النخاميه يتركب من فص امامي. غلط، ده انا قلت خلفي. وفص خلفي كمان غلط، انا بقول لك واحد بس. طب فص خلفي حصل، وفص وسط لا، انا قايل لك فص خلفي وقمع. طب فص امامي غلط، انا قايل لك فص خلفي. فص وسط ازاي؟ انا قايل لك فص واحد اصلا. طب فص خلفي حصل. طب قمع عصبي حصل. حصل ايه؟ قمع عصبي حصل. بس يا عم هي دي الاجابه. بالله عليك، بالله عليك افكار كويسه قوي. طيب السؤال التاني. صور الله يخرب بيت الورد يا عم. صور ايه بس؟ صوب ما تحته خط. رقم 1 بيقول لك يتأثر افراز هرمون الكورتيزون بافراز هرمون الكالسيتونين. جاوب يا معلم، مش انت عامل فيها شاطر بقى وبتاع وعمال تجاوب بقى، ومصطلحات سهله. احيانا الاحياء سهله بالنسبه لنا، مضمونه. جاوب يا عم، جاوب. يلا بص يا سيدي، ايه التعجيز ده؟ ايه الاحراج ده؟ بص يا عم، الكورتيزون بيفرز منين؟ بيفرز من حاجه اسمها قشره الغده الخصريه. حصل. طب ايه اللي بيأثر على الغده الخصريه بقشرتها بنخاعها؟ الاي سي اتش. فهقول لك يتأثر افراز هرمون الكورتيزون اللي هو بيفرز من قشرة الغدة الخصرية بافراز هرمون الكالسيتونين. غلط. بايه؟ بافراز هرمون الاي سي تي اتش. ما احنا قلنا اهو، احنا قلنا ان هي بتفرز اي سي تي اتش. ما احنا قلنا انها بتفرز من قشرة الغدة الخصرية، واللي بيأثر على قشرة الغدة الخصرية الحاجة الوحيدة هي الاي سي تي اتش. طيب يفرز هرمون السكرتين من حويصل الجرف. ازاي يا جدع؟ يا جدع لا، من الامعاء الايه؟ الدقيقة. الامعاء الدقيقة. طيب تفرز الاكسينات. لا. رقم 3 يفرز هرمون الجلوكاجون من خلايا بيتا في جزر لانجرهانز. ركز معايا، بيتا فيها حرف الايه؟ الياء. الانسولين في حرف الياء. الفا، كلمة الفا ما فيهاش ياء، فتبقى الجلوكاجون. يبقى الفا جلوكاجون بيتا انسولين. الفا جلوكاجون بيتا انسولين. بيتا فيها ي وانسولين فيها ي. جلوكاجون فيها الف ما فيهاش ي، والفا فيها الف ما فيهاش ي. يبقى عشان في ناس بتلخبط فيها بس. يبقى الجلوكاجون قصدي يفرز هرمون ايه من خلايا بيتا؟ الانسولين او الانسولين. رقم 4 تفرز الاكسينات النباتية منين؟ والله الاكسينات النباتية دي بتفرز من القمم النامية والبراعم النباتية. فخلينا نقول القمم النامية.
طب يا سيدي، رقم 5 تفرز، احنا في رقم 5 ايوه، تفرز الغدة الجرثومية هرمون الكالسيتونين. غلط، الغدة الجرثومية بتفرز هرمون الباراثرمون. باراثرمون اللي بيفرز الكالسيتونين الغدة الدرقية. طيب يا سيدي، 6 الميكروجرام يساوي 1/100 ملي، لا 1/1000 ملي جرام. طيب 7 هرمون الالدسترون يعيد امتصاص الماء. لا احنا عارفين اللي بيعيد امتصاص الماء، اتكلمنا عنها قبل كده كتير. وعلى فكرة والله العظيم، والله الذي لا اله الا هو، لا يجيلك اكتر من سؤال على ADH ده. بالله عليك افهمه كويس، الموضوع بسيط يعني، انا بحلف بالله العلي العظيم، وهتشوف بكرة او بعده في الامتحان. طيب رقم 8 هرمون الانسولين يحول الجلوكاجوز الى سكروز في الكبد. لا احنا عارفين ان الانسولين بيعمل تحويل السكروز الى السكر الجلوكوز او هو قال لك هنا ايه؟ الجلوكوز، سكر الجلوكوز الى جلايكوجين في الكبد. جلايكوجين مخزن حتى في الكبد، عندنا المعلومة دي. طيب رقم 9 سيدي، سكر النشا. نشا ايه دلوقتي؟ ما جبنا سيره النشا. النشا لا يحتاج الى الانسولين لكي يتم حرقه داخل الخلايا. ايه اللي ما بيحتاجش انسولين؟ إيه؟ انا قلتها في الشرح وشرحتها بشكل مفصل، بس انت ما شفتش الشرح طبعا لان جه في 2025. طيب ده سكر الفركتوز يا سيدي، الفركتوز. ايه اللي بعده؟ اخر سؤال رقم 10 هرمون الثيروكسين يدخل في تركيبه عنصر، اكيد انت عارفها دي، عنصر اليود، ده رمزه يعني اليود. اكتبها يا عم عشان الناس اللي متعرفش انجليزي. ماشي. ثالثا اكتب المصطلح العلمي. بيقول ايه المصطلح العلمي؟ بيقول لك مرض، تعال نعدل الصفحة، مرض يحدث بسبب نقص حاد في افراز الغدة الدرقية. بص هنا في البالغين، لو كان قال لك في الاطفال كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا القماءة، لكن هو قال لك نقص حاد في افراز الغدة الدرقية اللي هو الثيروكسين. يبقى ايه اللي بيحصل لما الثيروكسين يقل في البالغين؟ هتقول لي مرض اسمه الايه؟ الميكسوديما. اتنين هرمون يتحكم في معدل افراز هرمون الثيروكسين. هو الثيروكسين يا حبيب قلبي ده يفرز من مين؟ والله من الغدة الدرقية. طب ايه الهرمون اللي بيأثر على الغدة الدرقية؟ والله عارفين TSH. يبقى الهرمون اللي بيتحكم في افراز هرمون الثيروكسين TSH. ولو كان قال لك الغده اللي بتتحكم في افراز الثيروكسين كنا قلنا الدرقيه، لكن هو قال لك الهرمون اللي بيتحكم، فالهرمون اللي بيتحكم في الغده الدرقيه هو اللي بيتحكم في الثيروكسين. ايه الهرمون اللي بيتحكم في الغده الدرقيه؟ والله TSH. طب يا عم 3 مواد كيميائيه يفرزها النباتات او النبات تتحكم في تفتح العضلات وساق الاوراق، دي الاوكسينات. اوكسينات كام سنة دي معرفش، بس مش مهم، هتركز في التفاصيل يعني، جل من لا يسهو. 4 هرمون يلعب دورا هاما في الحفاظ على مستوى المعادن في الجسم. معادن يعني الدسترون، بوتاسيوم وصوديوم وبتاع، ده الدسترون. اللي بعده رقم 5 يا سيدي، بيقول لك ايه؟ هرمون يحفز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، ده الانسولين. وما قلنا لك قبل كده ان الفركتوز مش احيانا مش بيحتاج الانسولين، بيخش لوحده يعني بدون الانسولين. طيب
رقم 6، هرمون يؤثر على عمليات التمثيل الغذائي وخاصة ترسيب البروتينات. والله الثيروكسين بيأثر والجي اتش بيأثر على التمثيل الغذائي، ولكن لو قال لك خاصة ترسيب البروتينات دي يبقى تقول النمو اللي هو الجي اتش. جي اتش معاقة. طيب 7، هرمون يؤثر، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك. هرمون يؤثر في خلايا وأنسجة الجسم بما فيها الخلايا التي يفرز منها ده الانسولين. بعض الناس تقول لك النمو، نمو مين يا عم؟ الانسولين. حالة مرضية يتم علاجها باستئصال جزء من الغدة الحيصلية اللي هي الغدة الدرقية. وبقول لك ايه استئصال؟ معنى كلمة استئصال دي يبقى هو في تضخم، فانت بتتكلم على الجويتر الجحوظي. طيب هرمون يؤثر رقم كام؟ رقم 9 ماشي. تقوم بإفراز هرمونات الجزء العصبي للغدة النخامية. حلوة أوي دي. خلايا عصبية مفرزة. في كمية إفيهات ببقى عايز أقولها بصراحة، بس اللي هو براعي المشاعر يعني. 10، هرمون يؤثر على مفصل غضروفي. ايه هو بقى؟ الريلاكسين. ازاي؟ مش كان بيأثر على منطقة الارتفاق العاني، ومنطقة الارتفاق العاني دي بينهم كده في مفصل غضروفي بيأثر عليه، بيساعد على ارتخائه، ده ليسهل من عملية الولادة. ريلاكسين. رابعا، تسمى انا مش هقدر اكتب الكلام كله فهحاول اقوله يعني بشكل منظم او منسق. تسمى الغدة الجردرقية. انا اسف والله العظيم. الغدة الجردرقية بغدة العظام. والله تقول لي بسبب او لانها تفرز هرمون الجردرقية الباراسيرمون الذي يعمل على رفع نسبة الكالسيوم في الدم وسحبه من العظام. طيب يمكن اعتبار رقم 2، يمكن اعتبار القناة الهضمية غدة مختلطة. ايوه، لان الغشاء المبطن للقناة الهضمية بيفرز الهرمونات اللي هي الجسترين والكوليسيستوكاينين والسكرتين، وفي نفس الوقت بتفرز العصارة والانزيمات اللي بتعمل على هضم الاكل والحاجات دي. طيب رقم 3، زيادة افراز هرمون الباراسيرمون يجعل العظام هشة معرضة للكسر، لان الهرمون بيعمل على سحب الكالسيوم من العظام وزيادته في الدم. رقم 4، غدة البنكرياس غدة مشتركة. والله ايوه فعلا، لان غدة البنكرياس بتفرز هرمون الانسولين والجلوكاجون الفا، الاول بيتا وبعدين الفا اللي هي بيتا انسولين الفا جلوكاجون. مش بس كده، بتفرز العصارة البنكرياسية وبتاع بس كده. طيب 5، يعاني مريض السكر من النحافة المفرطة. ليه؟ لان مريض السكر ده عنده نقص في الانسولين. بس مش دي الاجابة النموذجية. هتقول له لان الانسولين بيعمل على تحويل سكر الجلوكوز الى جليكوجين مخزن في الكبد والعضلات، ومريض السكر ده عنده نقص في الانسولين. طيب سبب حدوث المرض البول السكري نفس الكلام، نقص الانسولين. نكتبها دي بقى، نقص الانسولين. طيب 7، الغدة النخامية لها دور هام في النضوج الجنسي لذكر الانسان. والله فعلا الغدة النخامية دي بتفرز هرمونين، لا مش هرمونين منهم، يعني ال FSH وال LH. والله ال FSH في الذكر بيعمل على تكوين الأنيبيبات المنوية، أنيبيبات. وفي الأنثى بيعمل على تكوين حويصلة جراف. أما ال LH يا سيدي في الذكر بقى برضو، هنا الذكر ماشي، هنا أنثى غلط.
الذكر هنا معلش انا مضطهد المرأة بقى. ماشي، يبقى ال اتش في الذكر بيعمل ايه؟ بيعمل تكوين الخلايا البينية. وفي الانثى، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، العصر. طيب نخلص سريعا ونقوم نصلي. يبقى ال اتش الخلايا البينية في الذكر، مش بس كده، في الانثى بيعمل تكوين الجسم الاصفر. فهمتني؟ يبقى انت ده دور الغده النخاميه، انها بتفرز الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش في الذكر بيعمل تكوين النيبات المنويه، وفي الانثى بيعمل على تكوين حويصله جراف او نمو حويصله جراف. ال اتش في الذكر بيعمل على تكوين الخلايا البينيه في الذكر وتكوين الجسم الاصفر في الانثى. نمسح الكلام ده كله عشان نكمل. طيب رقم 8، يفرز الريلاكسين اثناء عملية الولادة. ليه؟ يسهل من عملية الولادة. طيب 5، ماذا يحدث؟ زيادة نسبة الكالسيوم في الدم. والله لو زيادة يعني بنسبة كبيرة او بنسبة حادة، هتقول لي او خبالش، هو ما قالش حاجة، هو قال بشكل نورمال عادي. بتقول لي زيادة افراز هرمون الباراثرمون، زيادة افراز الباراثرمون. انا هنا بحاول اختصر، لكن انت في الامتحان لا اكتب زيادة افراز هرمون الباراثرمون، ما تكتبش الباراثرمون بس، فاهمني؟ اكتب براحتك يعني. 2، رسالة المبيض من امرأة حامل في شهرها الأول. السؤال ده مكتوب غلط، بس أنا كاتبه، فاستنى افتكر كان ايه السؤال. أحيانا الوورد انت بتكتب كلمة هو بيغيرها لك من غير ما يقولك، فاهم؟ متبقاش عنده في القاموس فبيغيرها يعني. امرأة حامل في الشهر الأول، وغالبا يعني مشكلة في المبيض أو تلف المبيض في الشهر الأول من الحمل، فساعتها هتقول لي المبيض في الشهر الاول هيحدث اجهاض. ليه؟ لان المبيض هنا والجسم الاصفر هما اللي بيفرزوا، ما هو الجسم الاصفر في المبيض ساعتها. طيب الجسم الاصفر هو اللي بيفرز هرمون البروجسترون، اللي هو بيعمل على انماء بطانة الرحم وبيهيئ الدنيا للجنين المحترم الجميل. ده في الشهر الاول. اما في نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع بيبقى عندنا المشيمة، بس هو بقولك فمش محتاجين الجسم الاصفر في حاجه. لكن في الشهر الاول يا معلم لا طبعا احنا محتاجين المبيض، فساعتها يحصل ايه؟ اجهاض. طيب رقم 3، اصابه الطفل بتضخم في الغده الدرقيه، وكان التضخم مصحوب بنقص افراز. للاسف ده حاجه اسمها القماءه. الله يعافينا يا رب ويعافيكم ويشفي كل مريض بسم الله. 4، نقص هرمون الريلاكسين قبل واثناء الولاده. والله الريلاكسين قبل واثناء الولاده ده هيعمل حاجه اسمها تعثر في الولاده. فعلا سبحان الله، موضوع الحمل ده طلع شديد وعنيف وموجع لدرجه ما حدش من الرجاله خالص يتخيلها. فما ربنا يقول لك وحملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، موضوع كبير. ودايما نفهم ما ربنا يوعد او يحذر من حاجه، يحذر ويوعد على طاعه الوالدين، موضوع كبير قوي قوي. ما علينا، مش عايز اتكلم في الحته دي. بعض الناس عندها مشاكل مع اهليها ومش عارف ايه، هو مش فاهم حاجه والله، ولا فاهم اي حاجه. هبقى اتكلم في الجزئيه دي بعدين يعني ان شاء الله في فيديو او في شرح او اي حاجه، مش عايز اطول عليكم. 5، قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من اعضاء الجسم. والله ولا يحصل اي حاجه. ليه؟ لان في تواصل هرموني، او مش في تواصل هرموني. فاكر انت النظريه اللي قلناها بتاعت عمك كان اسمه ايه؟ كلود بيرنر. قلنا لو قطعنا اتصال عصبي بين البنكرياس هيفضل يفرز عصارته البنكرياسيه برضه. طيب يبقى ايه؟ لن يحدث شيء وسيفرز البنكرياس عصارته البنكرياسيه. 6، استخرج الكلمه الشاذه.
رقم واحد يا سيدي بيقول لك ايه؟ ال اتش واف اس اتش وبرولاكتين والاستروجين. لو خدت بالك هتلاقي ان ال اتش بيفرز من الغده النخاميه، والاف اس اتش بيفرز من الغده النخاميه، والبرولاكتين بيفرز من الغده النخاميه، ما عدا الاستروجين هو اللي لا يفرز من الغده النخاميه. بتقول لي مع ذكر السبب يبقى هو ايه؟ لا، لان الاستروجين لا يفرز من الغده النخاميه، بينما ال اتش والاف اس اتش والبرولاكتين يفرز من الغده النخاميه. ده سبب اختلافه يعني. الكورتيزون والكورتيكوستيرون والالدوستيرون. والله الكورتيزون والكورتيكوستيرون والالدوستيرون بيفرزوا من قشرة الغدة القذرية، اما الادرينالين يفرز من نخاع الغدة القذرية. بعد كده الاي سي تي اتش والتي اس اتش والاي دي اتش والال اتش والاف اس اتش. الاي دي اتش اللي مختلف، قول لي ليه؟ لان مش كلهم يفرزوا من الغده النخاميه. ايوه يا حبيبي، بس الفكره ان الاي دي اتش بيفرز من الجزء الفص العصبي، اما الباقي بيفرز من الايه؟ من الفص الغدي او الفصوص الغديه، لانهم 2 وده 1 بس. طيب 4، الغده القذريه، الغده الدرقيه، البنكرياسيه، جرات درقيه، نخاع الغده القذريه، كل دول غدة صماء ما عدا واحده بس. ايه هي؟ الغده البنكرياسيه. يبقى تقول لي كل دول غدد صماء ما عدا الغده البنكرياسيه. بعد كده انسولين، الجلوكاجون، السيروكسين، الادرينالين. هتبقى السيروكسين ليه؟ لان كل دول بيأثروا على مستوى السكر في الدم ما عدا السيروكسين ملوش علاقه بالموضوع. بس كده يا حبيب قلبي، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. نكمل بإذن الله الرحمن الرحيم بإذن الله في فيديو تاني، المناعة وبعد كده التكاثر وخير بإذن الله الرحمن الرحيم بإذن الله. يعني الله يوفقكم ويسعدكم ويكرمكم، وبشكركم والله على الكلام الطيب اللي بتبعت لي وعلى كل تفصيلة يعني. والله فعلا بدعي لكم من كل قلبي، وكل شخص اعرفه او معرفوش يعني اتمنى ربنا يكرمه باذن الله. بس كده يا حبايب قلبي، مش هطول عليكم، نكمل باذن الله في فيديو تاني. وبس كده، السلام عليكم.